انا رحت اكبر معرض للتكنولوجيا في العالم والشرق الاوسط. في البدايه التنظيم كان جامد جدا، نزلت من المترو وكان في باصات خاصه بالمؤتمر بتيجي كل 10 دقايق، والجميل بقى ان كان في باصات للسيدات وباصات للرجاله وكله مستني في الصف علشان يركب الباص. ركبت الباص وكان مريح وفيه تكييفات وكمان شاشات علشان تسلينا في الباص. وبعد 40 دقيقه وصلنا لمكان المعرض واتفاجئت انه مكان ضخم فعلا وفيه قاعات كتير وفعاليات مختلفه. اول حاجه ابهرتني في مكان الدخول، التنظيم كان على اعلى مستوى، اكشاك وناس موجوده في كل مكان بتعرفك تعمل ايه بالظبط. دخلت طبعت الاي دي بتاعي لانه من غيره مش هتعرف تتحرك، لان بيكون في ناس واقفه على كل باب بتقرا الكيو ار كود بتاعك. وفي البدايه هم كانوا مهتمين جدا بجانب صناعه المحتوى، لان كان في مكان كامل للميديا والتصوير، وكان في لفته جميله جدا في كل مكان كان بيعرض منتج او بيقدم خدمه. كان في جانب من الضيافه المشهور بيه السعوديين زي القهوه العربي والتمر وغيرهم من كرم الضيافه. ليه ب 25 السنه دي مختلف جدا، وفي منتجات وخدمات محليه حاليا بتنافس في السوق العالمي، والشركات دي مهتمه جدا بالاي اي. بصراحه انا انبهرت بالشركات السعوديه والخدمات اللي بيقدموها، حرفيا نقله نوعيه في التحول الرقمي، وفعلا رؤيه 2030 هتكون نقله نوعيه في التكنولوجيا. كمان كان في مقصورات لو في حد عنده شغل او ميتنج يقدر يستخدمها عادي جدا. وقابلت فراس شخصيه جميله ومحترمه جدا. عايز اقول لكم ان حرفيا كان في فعاليات جامده، والموضوع مش عايز يوم واحد، ده لازم تروح اكتر من يوم علشان تستمتع بالاجواء هناك. وبس كده، سلام.